لحظات جميلة عاشها نادي إنبي وشفناها مع حضراتكم دلوقتي، لحظات تتويج بكأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد المرة الأولى اللي كانت عام 2005. هذا النادي اللي كان أو بيمثل منظومة ناجحة احترافية يعني أدت إلى صعود النادي إلى دوري الأضواء عام 2000 رغم بدايته القصيرة نسبيا، بدأ عام 85 أو أنشئ عام 85، لكن استطاع خلال هذه السنوات القليلة أنه يحفر اسمه بحروف من نور في كرة القدم المصرية. بنرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ مصطفى الأمير عضو مجلس إدارة نادي إنبي والكابتن إبراهيم محمد المدير الإداري لقطاع الناشئين. أهلا بكم ومبروك. مبروك. والتهنئة دي دايما بتبقى بنتكلم عن أسبابها هو جهد وعمل، في دعم مقدم. يمكن احنا كنا بنهزر بس واحنا بنقدم في بدايه الحلقه بقول لهم اصل البنزين 95 عند الجماعه دول موجود، الانديه الثانيه يا دوبك بتاخد ال80 مش لاقياه عشان اثبت البنزين. لكن انتم كاداره لهذا النادي احنا ما شاء الله شايفين انه في ال10 سنين اللي تواجدتم فيها في دوري الاضواء تواجدتم بشكل طيب جدا، احرزتم كثير من البطولات وشاركتم ايضا في بطولات كثيره، كان لكم شكل مميز وده معناه انتظام واستقرار اداري ودعم مالي، صح ولا ايه؟ بالظبط كده صح. بالنسبه لشركه إنبي هتتبع منظومه تتبع قطاع البترول، وقطاع البترول معروف ان هو في سيستم كويس، فاحنا في ضخ دائم للبترول للموارد في سيستم، فالسيستم بتاع الشركه بننقله للنادي لان اللي بيدير النادي موظفين من الشركه. صحيح. فالشركه فيها لوائح وقوانين وفيها نظم، وبالتالي ده كله بيتنقل للنادي، لوائح وقوانين ونظام، ثواب وعقاب والتزام ونظام. بالظبط كده. لان الناس اللي بيديروا النادي هم موظفين الشركه، كلهم قاده مساعدين ونواب. صحيح. ورؤساء شركات، فنفس السيستم ماشي بالظبط. وبالتالي ده اللي بيخلينا احنا ايه بخلاف الانديه الاخرى لينا نظم، بس فهو في ثواب وفي عقاب. ده اللي بيخلينا الحمد لله واقفين على رجلينا. عظيم. بالنسبه للمنظومه بتاعتنا. نعم. عايز اعرف ايه اللي حصل قبل المباراه من مجلس الاداره للاعبين؟ هل مثلا تم تحفيزهم بطريقه معينه؟ هل تم تشجيعهم؟ كنتوا بتتابعوا ازاي تدريبات الفريق قبل اللقاء؟ وقفتوا ازاي جنب الفريق؟ والله هو بعد ما قالوا ان الكاس هيتلعب وعدينا اول مباراه، فلقينا الدنيا الحمد لله ممكن يعني تبقى ماشيه معانا كويس، فبدانا نبقى في دعم من رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره، بنحضر التدريبات يوميا، بنلم اللعيبه، ومع كل دور ما بنأخرش حاجه للعيبه، بنديهم استحقاقاتهم كلها كامله، وبقت خلاص بقى الفضل على الحقيقه زي ما بيقولوا حلو دقه يعني. لحد الحمد لله ما وصلنا للنهائي وخلاص، يعني ده هيبقى اسم. حققنا البطوله في 2005 وكنا في 2008 مع نادي الزمالك بالظبط، كنا الثاني وكنا اقرب للبطوله وقابلنا الزمالك تاني. فيعني الموضوع بقى بسيط جدا وبقى قريب مننا قوي، وبقى حلم بالنسبه لنا. نعم. بعد الثوره طبعا هيبقى ليه شكل تاني. فالحمد لله يعني كنا بندعمهم على طول وبنقعد معاهم ونشوفهم ايه احتياجاتهم، والحمد لله يعني كابتن مختار لم فرقه كويس قوي والجهاز الفني بتاعه، واحنا الحمد لله يعني ماشيين كويس. كابتن ابراهيم محمد، يعني عايز اعرف منك يعني تابعت المباراه ازاي؟ مشوار إنبي ما كانش مفروش بالورود في كأس مصر، يعني من الدور يعني الأول اللي خاضه حتى الدور النهائي، يعني كان في مباريات حسمت بركلات الترجيح أمام اتحاد الشرطة والمقاولين، فاز على الأهلي، فاز على الزمالك في النهائي، لكن الطريق كان صعب جدا. شايف ازاي مشوار إنبي لحد النهائي؟ أولا أنا بشكركم جدا، يعني متعودين، لا احنا متعودين من قناة النيل الرياض دايما على المتابعه. هارد لك نادي الزمالك نادي كبير ومعاه كوتش، ارجو ان الناس ما تضغطش عليه وتسيبه يشتغل. حسن شحاته ليه كل التقدير والاحترام طبعا، ولاعيبه كويسه وجيده وجمهور عظيم قبل بلا حسن يعني، وادوا. ما هو كنت بتتكلم على ان نادي الزمالك قصر، اللعيبه ما قصرتش، الجهاز الفني ما قصرش، التوفيق بيحالف، الكوتش يصيب ويخطئ زي اللعيب، ما فيش اي مشكله خالص. فارجو الناس تخف شويه على الراجل عشان يشتغل لان هو لسه بيبتدي يعني. صحيح. دي الاول. نمره 2 احنا اجتهدنا زي ما استاذ مصطفى بيقول، فتره اعداد مع الكابتن مختار، كان لسه بادي مع اللعيبه وحطوا فتره اعداد يمكن كانت مضغوطه شويه،
اشتغلوا واجتهدوا. اول ما دخلنا الكاس زي ما حضرتك بتقول احنا عدينا على مراحل، مع كل مرحله انت بتبذل فيها مجهود بتعدي ربنا بيكافئك، بتيجي تقابل المقاولين، بتيجي تقابل الشرطه، بتيجي تقابل الاهلي. الاجتهاد والعمل صدقني بيديلك ايا كانت الامور يعني. وبعدين الكابتن مختار عنده ميزه جميله، وهو واللعيبه والكابتن علاء والمجموعه، يمكن لو شفتوا معظم اللقاءات امبارح بتاعت اللعيبه في حب وفي توافق وفي روح هم حاطينها في التيم جميله جدا. دي من الحاجات اللي عجباني انا، واللي انا شفت مشوار الكاس كله من خلالها كده يعني بصراحه. دمج الولاد الصغيرين اللي طالعين من قطاع الناشئين مع اللعيبه الكبيره المحترمه اللي بيأدوا، وانا بشكرهم جدا اللعيبه الكبار على مجموعه اللعيبه الصاعده. فاجتهدوا وأدوا، وبعدين لعبوا كل مباراة على قد حجمها وإمكانياتنا وإمكانيات الخصم. فالحمد لله يعني. وده هو احنا كنا شايفين انبي في الملعب أكثر هدوء، يعني ما فيش الشد اللي موجود. يعني الزمالك رغم انه داخل وحاسس انه الماتش بتاعه، الا انه كان في حالة من عدم التهيئة النفسية للمباراة. هي دي الميزة، ان احنا الحمد لله نادي انبي. انتوا كنتوا قايلين لهم مش فارقه معاكم، مش نادي جماهيري، انتوا كنتوا قايلين لهم كده مش نادي جماهيري ومتعودين يلعبوا تحت ضغط. ومنظر الاستاد كان يفرح بصراحه طبعا. يعني طبعا. فكان كابتن مختار والجهاز مهيئهم نفسيا للضغط دوت. خليكم قاعدين في الملعب، كسبنا الحمد لله، خسرنا برضه الحمد لله، والمكسب هيجي 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 أيوه. لو احنا قاعدين في الملعب. وقد كان الحمد لله يعني. الحمد لله. يعني الهدوء ده برضه كان سمه. في طول مشوار البطوله كان مع النادي الاهلي نفس القصه، مع الشرطه، مع المقاولين، ومع نادي الزمالك، والحمد لله يعني فرحانين بالكاس. الحمد لله. الحمد لله. كابتن ابراهيم، زي ما الاستاذ مصطفى كان بيقول انه احنا في نظام معين اللي هو النظام المؤسسه البتروليه او النشاط البترولي. النظام ده احنا بنتبعه مع الفرقه. نفس الفكره على فكره بنشوفها في المؤسسه العسكريه، نفس النظام والالتزام. بنشوف الضوابط دي ازاي بتطلع نتائج مع الانديه او الفرق التابعه ليها. انتظام الشكل المالي والاداري ده بيفيد. حضرتك كنت لاعب، وحضرتك كمان دلوقتي مسؤول عن قطاع ناشئين كمدير اداري، والناشئين دول احنا عارفين ناشئين انبي ما شاء الله من القطاعات الهائله جدا على مستوى انديه مصر كلها. الاستقرار ده مفيد ازاي في انتاج لاعب مهاري اداري فني؟ مع حضرتك احنا كان لنا لقاء سابق، ايوه، والكابتن منى وحضرتك، واتكلمنا على البدايات خالص. بالظبط. اكيد ابتدينا غير ما احنا دلوقتي وصلنا دلوقتي. عندنا اجتهدنا زي ما بقول برضو من الاول خالص، وجبنا ناشئ كويس. عملنا مش بتكتفي بس ان هو كويس جاي لك كويس، لا ما انا الخطوات بقى يعني. انا بجيب الاول الموهبه وبتابعها، ومش زي ما الناس بتقول برضو احنا جبنا ب 10 جنيه وب 1000 جنيه وب 50 جنيه والكلام ده كله، وحاجات ببلاش والكلام ده كله. يعني يكفي ان اقول لك ان صالح جمعه دلوقتي مواليد 93 وعنده 18 سنه. يمكن الكابتن مصطفى يقول لك احنا من ولاد النادي دلوقتي، ثمره ولاد النادي دلوقتي اللي ظهروا في الفريق الاول. صحيح. الخمس ستة، وفي 5 6 قاعدين بره. يعني اللي انا عايز اقوله لك بدايتهم عندنا كده. حتى اللاعبين الخبره برضو اغلبهم من ناشئين النادي. المنتخب دلوقتي الاولمبي فيه ايه وشفنا ما شاء الله. وده كان الهدف بقى. انا برضو عشان ادي مجلس اداره حقه في البدايات دي، ان هو ادانا فرصه ان احنا نشتغل ونبحث وننتج. اللعيب بيجي بيخش على كذا مرحله عشان سلوكيا صحيا الناحيه التعليميه، سواء ناحيه تعليميه دراسيه او ناحيه تعليميه في الملعب. المدربين الاكفاء اللي موجودين والساده الاداريين اللي موجود عندنا كلنا بنتعلم ولا زلنا يعني. عشان بس احنا ما وصلناش لدي المكسب بتاع الكاس اول امبارح ده ادانا انها بنقف وبعدين نعمل بدايات جديده. فكل المراحل دي بتعود اللعيبه كمؤسسه زي ما حضرتك قلت. احنا واخدين زي ما قال الكابتن مصطفى من الاداره من الشركه، فنقلناها للمنظومه في النادي. فاللعيب عارف له ايه وعليه ايه وله ايه في التدريب وله ايه في المباريات وحقوقه في الملعب وحقوقه ايه وبس. دراسته وشغله وبس. اللي بيشذ عن كده ما بيبقاش موجود في النادي. حلو قوي حته دراسته دي. طبعا يعني انت ما بتقولوش يلعب كوره بس، لا انت عايزه يبقى بني ادم متكامل. ده لو يعني اثر على فكره من ضمن اللوائح اللي حطينا مجلس اداره، انه لو اثر في دراسته بيبقى عنده عقاب فني. ايه ده؟ لا في اللائحه عندكم كده؟ طبعا احنا حاطين كده في اللائحه، لان من الاول يعني كره اخلاق وتربيه. فلما دول يتحققوا هنطلع لعيب كويس.
فدي محطوطه من ضمن، وبنجيب مدرسين وبنعمل متابعه في كل الاحوال. وعلى فكره اللاعب كمان اللي ثقافته واسعه بيبقى قادر في الملعب انه ينفذ خطط كبيره وانه يبقى مبدع في الملعب. لسه كنا بنتكلم على الجزئيه دي قبل ما نيجي. فعلا دي ثقافه اللاعب بتديله مساحه اوسع واشمل في الرؤيه، حتى في الملعب، في الكلام الخارجي، في الشغل الخارجي، في علاقاته، في الكلام ده كله. صحيح.